بيكون في طلاب قاعدين في مكتب المدير ومعاهم رئيس الخزنة، واللي بيسمع الطالب اللي قاعد ده تسجيل مهم جدا بإن الجسر بتاع السفن اتفتح عن قصد لما كيتا ورئيس اتحاد الطلبة كانوا مارين من عليه، ودي في حد ذاتها مصيبة كبيرة جدا ومحدش فاهم خالص مين اللي عمل كده وليه الطالب ده تحديدا الوحيد اللي مسموح له يسمع الحاجات السرية والخطيرة دي. كل ده هنعرفه دلوقتي في الجزء الثاني من جاكوين هافن أو أنمي جنة المدرسة، ويلا نبدأ. Let me down. النهاردة أول يوم دراسة لكيتا، أخيراً بقى هيبدأ يدرس وينسى كل الدراما اللي حصلت له قبل كده. إندو بيكون قلقان عليه جداً وبيديله نصايح للدراسة وبيروح معاه ويوصله للفصل، وقال له إنه هيخلص شغل مطلوب منه من الإدارة زي تقارير وورق كده وحاجات تطوعية، وبعد كده هيقابله في الفصل. كيتا بيقوله تمام بس يا ريت ما يتأخرش، وبيدخل هو المدرسة وهو في قمة حماسه. بتكون أول حصة عنده هي مادة الأحياء، وكان عمال يلف ويدور على الفصل، وفجأة تطلع عليه قطة كبيرة وتخينة وتهجم عليه. بيكون مالك القطة مخضوض جدا وبيسأل بصوت عالي لو كان كويس من الوقعة. كيتا بيرد عليه ويقول له أنا كويس، ما حصلش حاجة. بس هو أصلا ما كانش بيتكلم على كيتا وكان بيطمن على القطة بتاعته. كيتا بيستغرب قوي من صغر سن الولد ده، شكله كده في المرحلة المتوسطة ومش في الثانوي خالص. فالولد ده بيقوم ويسأله هو أنت الطالب الجديد؟ ازيك؟ عامل ايه؟ أنا مدرس الأحياء. وكيتا بيتصدم جدا، الولد شكله لسه أصلا معداش 15 سنة، ازاي ده أصلا مدرس؟ لا وكمان مادة علمية صعبة زي مادة الأحياء. ما علينا. كيتا بيدخل حصته وبيكون مستغرب من كبر الفصل ومن قلة الطلاب بسبب إنهم مش بيقبلوا أي حد في المدرسة دي. يعني لازم تكون غني ولازم تكون عندك موهبة، يعني مش أي واحد غني وخلاص هو اللي يدخل المدرسة دي. المهم لسوء حظ كيتا بيكونوا الاتنين دول في نفس الفصل، يعني كل المدرسة الكبيرة دي وانتوا الاتنين بالذات تكونوا في نفس الفصل، ايه النحس ده؟ المهم الاتنين دول بيقولوا له دور لك على مكان تاني وما تقعدش قدامنا. فبيقوم كيتا علشان يغير مكانه وهم بيحسبوه عايز يتخانق وجايين في اي خناقة وخلاص. بس كيتا بيكون عايز يقول ان مفيش مشكلة انا هقوم من قدامكم، وبيقوم فعلا بس بيقعد جنبهم. ما تروح تقعد في اي مكان وخلاص، ما الفصل كله قدامك واسع اهو. المهم بيدخل المدرس وبيبدأوا يلموا نفسهم شوية علشان ما يعملوش مشاكل، وكيتا بيقعد يفكر في إندو وإنه هيتأخر قوي والدرس كله هيفوته. في اللحظة دي بيكون في اجتماع مهم جدا في المدرسة علشان يناقشوا المناهج وحاجات مهمة تانية، وكل ده بحضور مدير المدرسة المجهول. وبيبدأ نائب المدير يقول نفس كلامه عن كيتا وإنه ما ينفعش واحد من غير مواهب يدخل المدرسة. وطبعا المدير بيتضايق جدا. كيتا خلص دوامه وخلص فصله، وإندو كل ده مشغول مع الإدارة وفوت اليوم الدراسي كله. واضح جدا إن المدرسة كانت مقلوبة بسبب الاجتماع ده. وأخيرا إندو بيظهر وبيعتذر لكيتا عن عدم وجوده لأن الشغل كان تقيل ومحدش كان متطوع غيره. وبيخلص اليوم على كده وبيجي اليوم اللي بعده. إندو وكيتا بيكونوا قاعدين بيفطروا، وإندو بيفاجئ كيتا بإن عنده شغل مهم قوي. الشغل ده في مدينة تانية وإنه هيغيب طول الأسبوع وهيجي على نهاية الأسبوع، وقال له تعالى نخرج نتفسح لما ترجع. بيقاطعهم رئيس نادي التنس وبيبدأ إن هو يتكلم مع كيتا، وإندو بيكون متضايق جدا من الراجل ده لأن أصلا شكله مستفز، وبيطلب من كيتا إنه يخرج معاه علشان نفسه يفسحه في نهاية الأسبوع لأنه لسه جاي وما يعرفش المكان كويس. إندو طبعا بيكون متغاظ جدا وبيقول له لا أنا خلاص حجزت كيتا لنهاية الأسبوع وأنا اللي هاخده أفسحه يا بابا، فامشي من هنا. وبيمر الأسبوع وإندو بيروح شغله مع عيلته وبيرجع المدرسة، وبتيجي نهاية الأسبوع وكيتا بيجري من
متحمس يدور على اندو علشان يخرجوا بقى، بس مش بيلاقيه خالص. فاندو بيبعت لكيتا رسالة انه ما يقدرش يقابله لانه عنده شغل كتير قوي في نادي الحرف اليدوية، يعني الولد ده مشغول 24 ساعة علشان المدرسة. وكيتا بيزعل قوي وبيكون متضايق جدا لانه خلف بوعده، وكان افضل لكيتا لو راح يتفسح مع رئيس نادي التنس احسن له بدل ما يقعد كده من غير ما يعمل حاجة. ثواني، عايزين تعرفوا اندو في الحقيقة كان بيعمل ايه؟ اقدم لكم مدير المدرسة كازوكي اندو، واللي كان بيقوم بمهامه كمدير طوال فترة غيابه. بس المدير ده مش زي اي مدير، ده بيتنكر في زي طالب كل يوم علشان يطمن على مدرسته وطلابه ويتعامل معاهم من قريب ويفهم دماغهم، وهو في الحقيقة راجل بالغ ومش طالب ولا حاجة. والاتنين دول من خزنة المدرسة الوحيدين اللي يعرفوا بسر المدير اندو، وكمان دكتور المدرسة اللي قريب منه جدا. انا عارفة ان دماغكم لفت معايا، بس كل حاجة هتوضح اكتر لما تتابعوا معايا للاخر. المهم، كيتا بيكون نايم على السرير ومتضايق جدا زي ما قلنا، فبيسمع ان اندو جه في اوضته وبيقعد يعاتبه كتير جدا، بس اندو بيعتذر له. فكيتا في الاخر بيسامحه وبيقول له لسه الويكند طويل، تعالى نخرج بكره. واخيرا اخده علشان يوريه المدينة الجديدة دي، وبدأوا يتفسحوا وكانت كل حاجة تمام جدا، وبيقضوا وقت جميل مع بعض وبيقعدوا يرتاحوا شوية. وكيتا بيلفت نظره المنارة اللي هناك دي وبتشده جدا لدرجة ان هو بيفتكر ان هو كان هنا قبل كده، فبياخد اندو على طول ويطلع. ولما بيطلع بيتأكد جدا انه جه هنا قبل كده، بس هو مش فاكر حاجة خالص. لكن اندو هو اللي عنده كل الإجابات، بيفتكر ان هو كان فعلا يعرف كيتا وهو صغير. الاتنين دول يعرفوا بعض من زمان قوي، بس يا ترى ايه قصتهم وازاي كيتا مش فاكر لو اندو فعلا يعرفوا ولا لا. بيخلصوا فسحة وينزلوا من المنارة. في اللحظة دي بيكون في شخص غامض بيسرق معلومات عن كيتا من جهاز مدرس الأحياء اللي بيكون في 7 نومة، واندو بيسيب كيتا ويقوله انه هيعمل حاجة بسرعة قبل ما يروح، وبيسيبه ويمشي. طبعا كلنا عارفين انه هيروح على مكتب المدير، لانه هو ببساطة مكتبه عربية غريبة بتقف لكيتا وبيكون فيها نائب مدير المدرسة اللي كلنا عارفين انه مش طايق كيتا. واندو بيجيله مكالمة شغل انه لازم يتحرك ويسافر دلوقتي ضروري. كيتا بيتكلم مع الراجل ده وبيقوله انه لازم يسيب المدرسة، وان معظم الناس في الاجتماع ما كانوش موافقين اصلا على انه يدخل المدرسة، بس هو ليه سلطة كنائب مدير انه يطرده من دلوقتي. لكن هو مش عايز يعمل كده علشان ما فيش ولا مدرسة هتقبله بعد طرده من افخم مدرسة في اليابان. فبيقول لكيتا سيبها انت احسن وارجع مدرستك القديمة، واداله مهلة يفكر. كيتا طول الليل مش عارف ينام وخبط على اندو، بس طبعا كلنا عارفين ان هو مش موجود. كيتا باله بيكون مشغول بكلام نائب المدير ومش مركز خالص في الدرس، وبيتهزق من المدرس وحالته بتكون وحشة قوي. الغريبة بقى في الموضوع كله ان الاتنين دول بيكونوا قلقانين عليه. ايوه، شايفينه زعلان، وهما الاتنين بيتخضوا اصلا من ردة فعلهم الغريبة على كيتا. وكيتا كل اللي هو عايزه انه يتكلم مع صديقه العزيز اندو عشان ياخد رأيه ويقف معاه، بس هو مش لاقيه خالص وقت الشدة. في اللحظة دي بيجيله رئيس نادي الفنون ابو شعر ابيض ده، وبيقوله شكلك وحش وانت زعلان، لو في حاجة قولي واتكلم معايا. وبيبدأ يقوله ان بعد اول مرة اتقابلنا فيها وكيتا قال على رسوماته اللي كان عايز يرميها حلوة، اتشجع جدا انه يرسم تاني، ولازم كيتا يبتسم عشان هو اصلا ناوي يرسمه وهو فرحان وبيبتسم. بيقاطعهم الراجل ده تاني، واللي بيحضن كيتا اول ما يشوفه كالعادة، وبيقوله ان شكله مش كويس ابدا، وانه هنا علشانه ومفيش مشكلة الا وليها حل، وهم هيقفوا جنبه في اي حاجة. كيتا بيعيط من الكلام ومش بيستحمل الوجع ده، فبيروح ويقول لهم على كل حاجة، وبيتضايقوا جدا من الموضوع وبيتعصبوا من كلام نائب المدير العبيط ده. فبيسيطر على بالهم يكلموا مجلس اتحاد الطلبة علشان هم يشوفوا حل. بس كيتا بيقول لهم لا ارجوكم، انا اصلا حاسس اني ماليش فايدة هنا عشان انا فعلا ما عنديش موهبة، وانا شكلي اصلا اتقبلت بالغلط. وبيسيبهم ويجري بره وبيكون عايز يقعد لوحده، ودول بيكونوا سامعين كل حاجة ومش عارفين هم زعلانين ولا فرحانين، بس تقريبا كده فيهم بذرة خير. وطبعا بسبب الاتنين دول المدرسة كلها عرفت موضوع كيتا، ورئيس الخزنة بيتصل باندو فورا ويبلغوا باللي حصل علشان يلحقوا يتصرفوا. بس كمان اندو بيكون مشغول جدا مع شركات تانية وفوق راسه مليون ألف حاجة، ده غير ان نائب المدير واللي معاه بيكونوا عاملين حسابهم لكل حاجة وناويين يدمروا كيتا
كيتا هو ومدير المدرسة اندو. نائب رئيس اتحاد الطلبة بيتكلم مع كيتا ويقول له يجي فورا، وكيتا بيروح على طول وبيقول له انه سمع على اللي حصل ولازم ياخد قرار لو عايز يقعد في المدرسة ويكمل ولا عايز يمشي، وده اهم دلوقتي من اللي عمله نائب مدير المدرسة. كيتا ما كانش عارف يرد لانه فعلا مش عارف قراره، لو كان عايز يقعد ولا يمشي ولا عايز ايه بالظبط. نائب رئيس الاتحاد قال له طب كويس قوي، تعالى معايا. في اللحظة دي مدرس الأحياء راح للولد الهاكر بتاع الخزنة لأنه أخيرا فاق وحس إن في حد بيستخدم جهازه، وطلب منه إنه يشوف له الجهاز، والولد وافق وراح يشوف الجهاز. نائب رئيس اتحاد الطلبة أخد كيتا على مكان علشان يريح أعصابه، قعدوا وطلب له مشروب وبدأ يتكلم معاه ويحكي له عن رئيس اتحاد الطلبة وإنه أصلا مش نافع كرئيس اتحاد ولا حاجة، بس كل الطلاب بتحبه جدا وعلشان كده اختاروه لأنه مميز. من ساعة ما دخل المدرسة وكيتا بدأ يعرف أكتر عن المدرسة وفعلا أعصابه هديت بكتير عن أول. إندو كان قلقان جدا على كيتا وكل الناس في الشغل عرفوا ده لأنه كان باين جدا عليه، بس في الآخر قرر يسيب كل حاجة ويرجع المدرسة علشان يشوف كيتا. فالطلاب اللي في المدرسة قالوا له إنه خرج مع نائب رئيس اتحاد الطلبة وزمانه على وصول، وبيوصل كيتا بعد انتظار كبير جدا من إندو، وأول حاجة بيعملها هو إنه يجري على حضن صاحبه ويحكي له، بيقول له إنه مش عارف لو يقدر يكمل هنا مع كل الناس الموهوبين دول وكمان الأغنياء، بس اللي هو متأكد منه إنه مش عايز يسيب المدرسة أبدا ويفضل هنا لحد ما يتخرج. وبيبدأ يعيط، بس إندو بيقول له اوعى تقلق، أنا عندي خطة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان نعرف إندو هيساعد كيتا إزاي ويخليه يكمل في المدرسة. أشوفكم قريب. Let me down.